وزي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الناس السامين في حياتنا، النهاردة هنتكلم عن العلاقات الصحية مع بودكاست إدارة النفس مع دكتور هبة صبري، لايف كوتش من ICF يعني النفس الإيجابي وممارس العلاج المعرفي السلوكي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. وزي ما قلنا إن العلاقات السامة وصنفناها في البودكاست اللي فات، النهاردة حابين نتعرف على العلاقات الصحية. يعني إيه أصلا علاقة صحية؟ العلاقات الصحية هي علاقات تتسم بالارتياح. علاقات فيها رايح وجاي، مش شخص واحد بس هو اللي بياخد العطاء رايح وجاي. علاقة فيها الاحترام متبادل، علاقة فيها حب، سعادة، ضحك، اهتمام، ثقة، نمو لكل طرف على حدة، فيها صراحة وفيها مواجهة، فيها كل كوكتيل من المشاعر الإيجابية، وحتى في المشاعر السلبية في أمان في الآخر. عظيم جدا. طيب، عشان نقدر نفهم أكتر عن العلاقات الصحية، إيه هي الأسس أصلا بتاعتها؟ الأسس إن أنا لما باجي أتكلم مع الشخص ده ببقى مسموع، الكوميونيكيشن ما بيني وما بينه بيبقى رايح جاي، مش شخص واحد بس هو المستبد في الحديث. أنا ببقى مسموعة، مرتاحة وأنا بتكلم، بحس إن الشخص اللي قدامي بيستوعبني تماما، بالآي كونتاكت بعينيه، بسماعه الجيد ليا. بحس لو ما أنا بشاركه أسرار ليا إن أنا وكأني بشارك نفسي، ففي ثقة متبادلة قوية. حتى لو في اختلاف بيبقى في أمان في الاختلاف. الاختلاف بيعني إن أنا مختلفة في وجهة النظر، مش بيتحكم عليا كشخص. ودي بتبقى نقطة مهمة جدا في الارتياح بين الأشخاص، إن كلنا بنختلف، كلنا مختلفين، والخلفيات بتاعتنا مختلفة كتعليم أو كتربية. بس دايما ببقى حاسة إن في نقطة وسط أنا هوصل لها ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي. من السمات برضو بتاعت العلاقات الصحيحة إن أنا عندي مساحة بتحرك فيها، وكأني بلف في دايرة، الشخص اللي قدامي بيلف في دايرة، في دايرة مشتركة ما بيننا احنا الاتنين. بقدر ان انا امارس هواياتي، بقدر ان انا امارس الحاجات اللي بحبها، بقدر ان انا اشوف اصحابي واتكلم معاهم. عندي مساحة لاهلي، عندي مساحة لنفسي والاهتمام بذاتي، وفي نفس الوقت احنا مع بعض لينا دايرة بنتلاقى فيها. فاذا هو في العلاقة معايا بينمو وأنا بنمو، وبنستمتع بوجودنا دايما مع بعض. فيها مشاركة للمسؤوليات، وفيها إحساس بالآخر عالي. ما ببقاش سامع لصوت المجتمع اللي هو بيقول انتي ست وهو راجل. لا، في مشاركة في المسؤوليات جميعا، ومفيش حاجة اسمها دي شغلانة الراجل ودي شغلانة الست. وده يمكن بنشوفها في مشاهد كتير من العلاقات الجميلة. لو هي ماسكة البيبي هو ممكن يكون بيحضر الأكل، لو هي بتغسل مواعين هو ممكن يكون بيشيل البيبي. في مشاركة في كل حاجة، كل حاجاتهم مع بعض فيها مشاركة. نزولهم لشراء مستلزمات بيتهم بيبقوا مع بعض. حتى لو شخص منهم واحد بيعمل حاجة، الآخر بيعمل مهمة تانية. ففي الآخر احنا بنبقى شايفين نموذج ناجح لعلاقة، وكأن أنا شنطة كبيرة من الحياة مليانة مسؤوليات، كل طرف فيها ماسك بإيد، والاتنين شايلين المسؤولية معا. فإذا ببقى حاسس إن عندي نوع من أنواع الانتماء العالي للحياة الجميلة دي، لأن زي ما أنا بعمل هو بيعمل قصادي. يعني نقدر نقول إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تكاملية، طرف بيكمل التاني، مش طرف بينتقد التاني وبيقلل منه وبيقلل من شأنه. مظبوط؟ جدا طبعا، هو طرف بيدعمني، والدعم هنا أنا بعني إن أول ما ببقى في مأزق، في مشكلة، هو أول شخص بيجي على بالي. ليه؟ لأنه هو موجود، وكلمة الوجود، الوجود المعنوي، الوجود المادي، الوجود اللي فيه مشاعر، الدعم. ده يعني كلمة الدعم في أي وقت، أنا دايما موجود. بيوفر لي الأمان، الأمان في الخناقة، الأمان في الماديات، الأمان في البعد، الأمان في الوجود. يعني وهو بره انا حاسه ان انا امنه، لان انا عارفه تصرفاته كويس بيعمل ايه. لو هو قاعد معايا حاسه بامان في انفعالاته، لو هو بطلب منه اي طلب، حتى لو هو في اختلاف بشعر برضو بامان حتى في الخناقه. فهو بيدعمني، بيوفر لي الامان، والامان احتياج مهم جدا
من احتياجات البني ادمين اللي فعلا كل سيدة بتسعى اليها وكل بنت بتسعى اليه. زي ما احنا قلنا بنختلف، بنتخانق، بنسامح، بننسى اخطاء بعض. دايما ببقى حاسه ان انا وهو على قدم المساواه، على قدم المساواه، ان انا ليا حقوق وواجبات، ونفس الفكره الشخص اللي قدامي ليه حقوق وواجبات. عظيم جدا. يعني نقدر نفهم ان العلاقات الصحية بتقوم على أسس ومبادئ زي ما ذكرتي حضرتك. طيب، في حالة اني انا لسه داخل علاقة جديد، ايه الحاجات اللي اخد بالي منها؟ اخد بالي من ان انا اختار الشخص اللي شبهي في القيم. بمعنى ايه؟ ان انا عندي مجموعه من القيم هي معيشاني، ابقى انا واخد بالي منها، ابقى انا عارف نفسي اولا قبل ما اعرف الطرف الاخر. لان انا على سبيل المثال لو انا داخله محل اشتري حاجه وانا مش عارفه مقاسي، هقدر اعرف ايه اللي يناسبني؟ مم. فبالتالي انا تركت الاختيار للاخر. زي ما احنا بنسمع بالظبط ان الناس احيانا في زيجات كتيره بتختار بالتشيك ليست بتاعه المجتمع. هو عنده عربية، هو عنده عيادة، هو دكتور، هو سنه مناسب، هو فخدنا الشكل الخارجي، او زي ما بنقول التشيك ليست بتاعت القائمة بتاعت المجتمع. فالمجتمع وافق عليها. طب ماذا عني انا؟ طب خلينا نتخيل ان الشخص ده مثلا بيتوتي جدا وانا بعشق السفر، فاحنا ده بدأ يحصل كونفليكت. خلينا نتخيل ان الشخص ده هو طالب ان مراته تبقى قاعدة في البيت مربية فقط للأطفال، وانا حد شخص طموح جدا وبسعى للأفضل، فده هيبقى نقطة خلاف. فالاختيار الأول والأخير يكون مبني على الشخص اللي قيمه شبه قيمي، طباعه قريبة إلى حد ما من طباعي. عظيم جدا. وفي البودكاست ده عرفنا أهمية العلاقات الصحية، وإيه هي الأسس اللي بتقوم عليها أي علاقة صحية، وكمان إزاي تختار شريك حياتك. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور هبة، وأتمنى نشوفه في البودكاست اللي جاي. ولو عجبكم أي قيم أو أي أسس، أتمنى تشاركوها معانا في الكومنت تحت. شكرا ليكم. شكرا دكتور هبة. شكرا لحضرتك، أشكرك.